السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معكم مريم مريض الذئبة وفشل كلوي، وبغسل كلى وبعمل فيديوهات عن الغسيل الكلى والفشل الكلوي. انا ناس كتير قوي بتدخل تسألني هو ينفع ان انا بغسل كلى واحمل؟ ينفع ان انا يحصل حاجة في يعني حمل وكده وانا بغسل كلى؟ طبعا انت هتروحي لاي دكتور هيقولك زي ما تقلي ما ينفعش ان انت تحملي ولو حملتي انت هتموتي وانتي وحاجات كتير قوي ان انت اصلا يجيلك اكتئاب. انا لدرجه ان دكتور نسا جه قال لي انت احمدي ربنا ان ربنا بلاكي بعد ما ربنا رزقك بابنك. في غيرك ربنا ابتلاهم بالمرض وهم لسه ربنا ما رزقهمش. ده انت تحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وضهرك. انت ممكن تفكري في التاني، انت ما تفكريش في التاني. كفايه عليكي واحد. ايه يا جماعه؟ ايه عرفت في جلسات الغسيل؟ لا عادي، انت ممكن تحملي وانت بتغسلي عادي جدا، مفيش اي حاجه. انت بس ناس كتير قوي حملت وهي بتغسل وجابت عيل واتنين وتلاتة وبسم الله ما شاء الله العيال طلعوا كويسين. ويقولوا لك لا انت لحد السابع والعيل هينزل مش هيكملي. لا عادي، يعني في ناس ولدت. انتوا ليه؟ انا كده كده مش بفكر ان انا اجيب التاني، لاني يعني الحمد لله يعني نعرف نربي الاولاني. بس في ناس ربنا ما رزقهاش، ليه يعني ليه تعملوا معاهم كده كنفسيا؟ ليه؟ طب ما في ناس ربنا رزقها. ماشي، انا ربنا ما رزقنيش مثلا، فانا عايزه اخد التجربه دي، هيحصل ايه يعني اكتر من بغسل كلى؟ مش تيجي تقولي احمدي ربنا. انت في غيرك ما يتمناش، يعني انت في غيرك يتمنى ضفر العيل اللي معاكي. الحمد لله اكيد انا شاكراه وبصلي كل يوم وبشكر ربنا عن النعمه اللي هو اداهالي. بس ليه؟ لا انتي اللي هو لا عادي ممكن تحملي، بس هيبقى في مجازفة شوية، ممكن الطفل ينزل. لا ده انتي الطفل هيموت، انتي الطفل هينزل في السابع، انتي مش عارفة ايه، ضغطك هيجيلك تسمم حمل، انتي ممكن تموتي وانتي بتولدي. ايه في ايه كل ايه؟ ليه؟ ايه اللي هو انتي لو عايزة ربنا يرزقك او تحملي وانتي بتغسلي بتعملي 3 حاجات. بتتابعي مع دكتور نسا وتوليد يكون شاطر وبيتابع مع حالات حرجة، وتتابعي مع دكتور كلى، وتتابعي مع الاتنين. يعني لو واحدة سليمة حامل بتتابع كل شهر، انتي بتتابعي كل اسبوع. ولو مريضة ذئبة انتي بتتابعي مع مرضى المناعة، دكتورة المناعة ودكتور الكلى ودكتور النسا والتوليد، بس علشان يخلوا الدنيا عندك مظبوطة. كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، فوسفور، بيخلوا الانيميا عندك مظبوطة، ما تنزلش، عشان الطفل ان اذا كانت اصلا الناس السليمة اللي بتحمل بيفضل يتابع معاها كل شهر في التحاليل والحاجة، عشان الانيميا بتقع مرة واحدة. انتي كواحدة حامل هتعملي كده. ايه الفرق؟ ان انتي هتغسلي 6 مرات، مش هتغسلي 3. يوم الجمعة هيبقى بس اجازة، الايام التانية الايام اللي المفروض ان انتي متغسليش فيها هتغسلي فيها 3 ساعات، وهتبدأي من اول الرابع، يعني مش هتبدأي الاول وتاني وتالت، هتبدأي من اول الرابع. يعني انا لا ما تغسلي، لا ما تحمليش، ما تعمليش، ما تسويش، ما تعرفوش. انا عايزه اقول للدكاتره انت ما تعرفش ربنا شايل لي ايه. ليه؟ ليه ليه يعني انت ليه تيجي في وشي تبين كده؟ انا بسم الله ما شاء الله انا مع الدكاتره محظوظه كده ان ايه، يدوني في الوش يدوني في الوش يدوني في الوش، واللي يدي في الوش مفيش معلش. المهم حبيت انصحكم وحبيت اقول لكم ما تخليش حد يحبطك. انت لو ربنا اراد ان انت تجيبي عيل 2 3 فوق اي حد هتجيبي مهما هم عملوا مهما هم قالوا هتجيبي. بس واشوفكم فيديو جديد معلومات اكتر. سلام.